اهلا بيكم على الطبيعي، معاكم رامي طارق. كل مره بصور لكم بمايك ابيض، النهارده جابوا لي مايك اسود عشان دوام الحال من المحال. يعني شويه ظروف خارجه عن ارادتنا، مش هينفع اقول ايه. بس الحقيقه احمد جمال مدير الانتاج اخذ المايكات كلها وطلع يشوف مصلحه بره. ده يرضيكم؟ ده يرضيكم؟ يلا اعتبروني ما قلتش حاجه، اوعوا تقولوا له. وزي ما قلنا دوام الحال من المحال، كل يوم في جديد، كل يوم في اختراعات. بس احيانا يا ابن بلدي الاختراعات دي كانت نتيجه صدفه بحته. يعني لو انت قوي الملاحظه ممكن تبقى مخترع. تعال بقى اقول لك ازاي ده حصل. مثلا في يوم من الايام سنه 1928 لما الكسندر فليمنج رجع من اجازه ولقى طبق البكتيريا اللي كان ناسيه في المعمل. والله الناس كلها تسيب طبق مكرونه، طبق بسله، لكن طبق بكتيريا. المهم لقى ان طبق البكتيريا ده اتغطى بفطر غريب. الغريب بقى مش الفطر، الغريب ان البكتيريا ماتت، اختفت، اندثرت. اي حد عادي كان هيرمي الطبق يقول لك يا عم انا مالي، لكن ده لاحظ وفكر وسال. ومن هنا اتولد البنسلين، اول مضاد حيوي في التاريخ، واللي منظمه الصحه العالميه بتقول انه انقذ اكتر من 200 مليون انسان حول العالم. حرفيا طبق متساب من غير غطا انقذ البشريه. وبعدها بسنين في مصنع رادارات امريكي سنه 1945 مهندس اسمه بيرسي تاو اسمه بيرسي سبنسر. بيرسي سبنسر ده انا مش عارف بيجيبوا الاسماء دي منين. عمك سبنسر ده يعني لاحظ ان الشوكولاته اللي في جيبه ساحت، راحت مطرح ما راحت. اي حد مكانه كان زعل واتضايق وقال لك يا جماعه اللقمه اللي كنت هتقود بيها الشوكولاته ساحت. لكن هو بقى كان فضولي، جرب يحط البيضه جنب الجهاز انفجرت، جرب يحط كيس فشار فرقع. ومن هنا فهم ان موجات الراديو بتسخن الاكل، وبدات قصه الميكروويف. اول جهاز مايكروويف بقى يا جماعه كان طوله 2.5 متر وكان وزنه 350 كيلو. يعني تخيل كده لو سنه 46 حماك حكم رايه وقال لك لازم تجيب مايكروويف في البيت، تخيل بقى كنت هتجيب له شقه حجمها قد ايه. تخيل، بغض النظر بقى ان هيجي واحد يستنصح ويقول لك الاجهزه على العروض، اقول لك لا يا حبيبي، كل بلد وليها سلوها. بلد تقول لك الاجهزه على العريس، وبلد تقول لك كوفرتينا على العريس. ايوه كوفرتينا، بتاعت كوفرتينا على العريس. غير أنهم نجحوا في تصغير حجمه حتى يناسب الاستخدام الطبيعي. والآن في زمننا الحالي أصبح هناك أكثر من 150 مليون جهاز حول العالم في بيوت الناس أجمع. عشان بس اللي بيقولوا إن إحنا ما بنعرفش نتكلم لغة عربية فصحى، شوف والله بنتكلم بطلاقة عليا الطلاقة. وألف شكر للشوكولاتة اللي ساحت ودابت وخلتنا نقدر نطلع البيتزا من الثلاجة ونسخنها وناكلها تمط كده وتبقى جميلة. وأنا طبعا أقصد بيتزا المطاعم، إنما بيتزا الحاجة ما بتقعدش تستناش وتروح الثلاجه، لا خلاص. ويا ابن بلدي الصدف ما وقفتش هنا. نرجع بقى ورا شويه سنه 1895 كان في واحد اسمه فليهلم رونتجند. المهم يعني اكتب اسمه تحت. المهم الراجل ده كان جايب انبوبه ازاز وقاعد بيجرب يعدي منها الكهرباء، مش عارف كان فاضي ولا ايه. المهم يعني لقى ان الافلام بتاعه التصوير بتتحرق من غير ما حد يجي جنبها. وهنا اكتشف الاشعه السينيه، وعشان ما كانش عارف الاشعه دي جايه منين سماها اكس راي. ما اي حاجه ما نعرفهاش نسميها اكس. المهم اول اكس راي في التاريخ كان لايد مراته، عشان تصدقوا مقوله وراء كل عظيم امراه، ولو كانت بتعرف تطبخ هيبقى عظيم قوي قوي. ومن واقع تجربتي يا ابني لازم افهمك حاجه، لازم تبقى عارف انكم لو بتحبوا بعض قوي before you will grow old together you have to grow fat together. العالم كله بقى يشوف جوه العظم. النهارده بقى يتعمل كل سنه اكتر من 3.5 مليار فحص بالاكس راي، وهي من ادوات التشخيص الاساسيه وموجوده في كل مستشفى وفي اغلب العيادات وموجوده حتى في المطار. تعال بقى اقول لك على اكتشاف عظيم حصل عندنا في مجال العلاج الطبيعي، والمكتشف كان اسمه براين موليغان. كان مره شغال مع المريض وبيحرك في مفاصله، لاحظ ان النتائج بتبقى احسن بكتير لو طلب من المريض يتحرك وهو حاطط ايديه بشكل معين، يحط ايده على المفصل كده ويخلي المريض هو اللي يحرك بنفسه. بدا يزود التجارب ويلاحظ ان في اختلافات كبيره في النتائج، ومع تغيير وضع ايده كل مره بيلاقي نتائج مختلفه. بدا يعمل قواعد للموضوع ده، بدا يتجه لتثبيت المفصل اثناء حركه المريض بنفسه. بدات النتائج تتحسن اكتر واكتر ويبقى ليها منطق، واعتمد المنطق ده وبقى يعمل منهج علاجي يعتبر ساعتها اختراع. تخيل لو حركه بسيطه من المريض مع لمسه محترفه من دكتور تقدر تعالج مفصل وتقلل الالم فورا. ده بقى مش خيال، ده اسمه موليغان كونسبت، جاي من اسم الراجل العظيم اللي اخترعه براين موليغان. انا بعرف انطق انجليزي كويس، بس في لهلم دي كانت صعبه يعني. وزي ما انتم عارفين يا جماعه انا اصلا ثقافتي نيوزيلندي. براين موليغان اتولد سنه 1931 في نيوزيلندا، وتخرج من مدرسه العلاج الطبيعي في اوكلاند سنه 1954، يعني من اكتر من 70 سنه. وكان شغال في البدايه زي اي دكتور تقليدي لحد ما بدا يسال السؤال اللي بيغير كل حاجه: ايه اللي يخلي المريض يتحسن لما يحرك المفصل؟ ايه اللي بيساعد المريض ان يجيب نتيجه اكتر
اكتر لما بيتحرك بارادته مش لما بحركها انا بنفسي. ايه السبب في التحسن بالسرعه المدهشه دي؟ لازم دايما في تخصصك يبقى عندك سؤال ايه اللي بيخلي ده يحصل وليه. السؤال ده يخليك دايما عندك رغبه في التطور. موليجان بقى يا جماعه ما سكتش، ما قالش خلاص انا هخبي العلم ده عندي وعالج بيه الناس لوحدي واخد فلوس. لا، ده ما خلاهوش منهج علاجي بس، ده خلاه كمان منهج تدريبي ودرب طلبه على مستوى العالم. انا كنت واحد منهم. بصراحه انا ما خدتش الكورس نفسه بس جبت الكتاب وقريته، وبنصح كل خريجين العلاج الطبيعي. انا استفدت جدا لما قريت الكتاب بتاعه. اوعى تفوت فرصه انك تتعلم موليجان كونسبت. موليجان من اهم سمات شخصيته انه ما اكتفاش باللي عمله، فضل يطور فيه. يعني مثلا سنه 1980 بدا يطور طريقته الخاصه وسماها MWM Mobilization with Movement، التحريك مع الحركه او الاستعدال مع الحركه. المهم الكلام ده خلاه يعمل ثوره حرفيا، لدرجه ان ابحاث حديثه قالت ان تقنياته بتساعد في تقليل الالم بنسبه 60 ل 70%. بعد اول جلسه في دراسه اتنشرت سنه 2011 اتعملت على مرضى عندهم الم مزمن في مفصل الركبه، واللي استخدموا تقنيه موليجان اتحسنوا بنسبه 35% عن اللي استخدموا تقنيه علاج تقليديه. جامدين بتوع العلاج الطبيعي دول، جامدين. بس النهارده مفهوم موليجان بيتدرس في اكتر من 40 دوله، وفي اكتر من 1500 دكتور معتمدين حول العالم. سنه 95 اتاسست جمعيه موليجان الدوليه اللي بقت المرجع الرئيسي لاي حد عايز يتعلم التقنيه دي صح. اول محاضر معتمد مصري ما شاء الله، وتاني محاضر معتمد في افريقيا كلها. احمد انت قابلت براين موليجان وجها لوجه قبل كده صح؟ طبعا قابلته عدة مرات. بص، هو رحلتي مع موليجان بدأت من 2011. الأول بحضور مع مدرسة موليجان، كورسات مع مدرسة موليجان. فمدرسة موليجان أنا حضرت الأول كورسات عشان أتعلم الطريقة. تمام. وبعدين عجبتني جدا إنها مختلفة، نتائج أسرع، المريض مش مفروض يحس بألم خالص. ده مبدأ المدرسة، يعني المفروض ان هو ما يحسش بألم. وعلى فكره مبدأ ان المريض لازم يروح الجلسه يقعد يتوجع عشان بعدين يبقى احسن مش موجود اصلا. مش موجود اصلا في العلاج الطبيعي. ما اعرفش هو نو بين نو جين والكلام ده مش اصلا، ده مش موجود جوه العلاج الطبيعي. برضو من المعلومات المغلوطه. الموليجان هو مختلف شويه كعلاج يدوي. اني اول حاجه في النقطه اللي كنا لسه بنتكلم عنها. ايوه، المريض مش بيبقى نايم وانا بعمل له حاجه يدوي. صحيح. فهو المريض لازم يكون بيتحرك معاك، وانت بتبقى بتحرك ساعتها المفصل الاول، بعدين تقول له اتحرك معايا وانت تبتدي تتحرك له جلايد. فهو في حته في حته فيها تكنيكال بتبقى متعبه شويه في بعض الوضعيات. بس زي ما بقول لك كده اني اجمل حاجه فيها الريال فيدباك. اني وقتي لازم الاقي نتيجه. صحيح. ده مبدا المدرسه مبني على اني لو ما فيش نتيجه وقتيه وبعدين بتضيف حاجات عشان خاطر تقدر تضمن استمراريه النتيجه دي، ما ينفعش طبق موليجان. فطريقته جميله جدا جدا وتحس انه شخص بسيط. هو مش ريسيرشر، هو مش باحث. هو بيكتبها لك بطريقه فلسفيه بالظبط، تحس ان هو انت يو ار ريدنج ا ستوري. البدايه ما بدات معاه في 2000 بدات اتعلم الطريقه، فبقيت حابب اشوف الشخص صاحب الكونسبت. فاهم قصدي؟ صاحب اني الفكره نفسها. اول كونكشن بيني وبين براين موليجان كانت ايميل جاي من مهندس، هو فورورد من براين موليجان. هو بعت لبراين فقال له هو براين عايش في نيوزيلندا، فبيقول له انا عاوز اجي لك عشان خاطر عندي مشكله معقده شويه. فراح قال له لا ما تجينيش، هقول لك تروح لمين. تلميذي موجود في بالظبط كده، هقول لك تروح لمين وهيقدر يقدم لك نفس اللي انا هقدمه لك. فالايميل مكتوب كده. فوبعدين قال له يا حبيبي يا مشرفنا، وفي خلال دقيقتين هتقدر تعرف يساعدك قد ايه. ما شاء الله. فطبعا ان اشوف انا رحت، هو بيقول لي اصل جالي ايميل. نعم، جالك ايه؟ طبعا عايز اخد الايميل ده بروزه بقى. براين موليجان ده اسطوره عندنا في كانت اول مره بقى قبله. كويس. رحت قلت له فاكر الايميل؟ طبعا هو يعني ولا مش هيبقى فاكر الايميل ولا هيبقى فاكر حاجه. قال لي انت احمد حفني، ده جيف بيشكر فيك كتير جدا، انت ده كمان اداني حافز تاني جدا. يعني النتائج مع المرضى دي حاجه، بلس اني ثقه صاحب المؤسسه حاجه تانية. هو في حاجه و50 محاضر دولي بقى لهم اكتر من 30 سنه بيدرسوا الطريقه. فكون اني صاحب الطريقه بيبتدي يقول كده، فخلاص بقى انا ما شاء الله. يعني ايه اللي هو انا معاك بقى. انا بصراحه يعني المدرسه والطريقه اللي اخدها براين موليجان انا معجب بيها جدا. ان هو حفظ حقه كبراءه اختراع قبل ما ياخد السكه بتاعه الريسيرش. مظبوط. وهو فاد المرضى وفاد الطلبه وفاد الخريجين قبل ما ياخد السكه بتاعه الابحاث والريسيرش، لانه هو راجل كلينيشن
he's not living in a lab يعني، هو مش قاعد في معمل. بس المدهش بجد ان براين موليجان لحد اخر وقت بنفسه بيشارك في ورش تعليميه رغم انه عدى ال90. دايما يقول ان المريض هو البطل والدكتور دوره بس يسهل الطريق. الراجل ده ما اخترعش جهاز ولا عمل عمليه معقده، بس علمنا تكنيك ساهم في تحسين الشفاء للمرضى بنسبه 50%. مش اي مرضى المفاصل. زي ما قلنا يا جماعه، دوام الحال من المحال. دايما الدنيا بتتغير، ليه تستنى لما تتغير حواليك لما ممكن انت تعمل حاجه مختلفه وتغير بايديك؟ اشوفكم على خير وشكرا على المتابعه. كان معكم رامي طارق.